ماخذ حبتين فلفل وحبتين كاري وحبتين الدجاج شوايه. بهاراتهم ما احتاج ازيد عليهم ولا شيء، ولكن الهندي دام مقطع عليها الخضره ابى ازيد عليهم ثوم وطماط، لاني ماني مستخدم شو اسمه، ماني مستخدم شيء للطبخ. ابى خلط هذا كله مع بعض. ايش راح اضيف عليها؟ هذه بهارات العويس، ترى خوش بهارات والله، حلوه حيل يعني، باقت للامانه تصوراتي. طبعا حطيت فصوص ثوم على عدالهم. بضيف عليها الفلفل، هذا فلفل شقره مجروش، شوف يكون بهالطريقه. بضيف عليه وين الليمون الاسود، لا ما في فلفل اسود، ابي ليمون اسود، شيء بسيط. الليمون الاسود مع الشوي مو طبيعي. لا جيت تتبل، شوف اخذت كامل بهارات. لا جيت تتبل انزل شويه من الماء. ليش نزلت ماء يا ابو حمود؟ لاني ابي البهارات تنزل شوي تحت، احتاجها للخضره. شوف الحين اخذ من الخضره واحشيها داخل. هذا راح اول شيء تعطيني طعم شوي غني، وراح تشيل لي يعني تحد لي من شوي زفرة الدجاج. يلا نزل داخل. ايه داخل. ما يفرق بهالشكل او تقلبها، ما تفرق، لكن احنا نحب التحمير الظهر، لان بالاول وبالاخير راح يكون هني في ماي، فما راح تمسك تحت. شوف تحشيها وتعبيها، شيء من الاخر فاخر جدا. المستخدم ترى كله دجاج اليوم اللي متبل وجاهز. شوف يعني لا يحتاج لا تتبيلتك ولا شيء. لو تستخدم بس دجاج اليوم اللي متبل على نفس الطريقة اللي نزلتها لك ممتازة. الحين خففنا من كثر البهارات اللي كانت موجودة، وهذا تشوف البهارات شلون اغلبها نزل داخل. انزل هذه عاد الحين اللي هو قرع، وانزل بطاط مقطع، واعطيها ملح لان تحتاج ملح. شوف انا استفدت من البهارات، وصارت هنا عندي الدجاج ما هو مبهر ببهارات زيادة، واستفدت. بس لا دقيقة بابا، ملح بعدين بنزلها. اعتمدوا هالطريقة تبي تعجبكم. شوف نزلت الحين شوية ملح. شوف الحين بعد ما ملحتها، يلا شيل دجاج، ارفعها عن القاع عشان ما تمسك. شوف القراعة تكون سميكة، شوف القراعة شلون تكون سميكة عشان ما تحترق القراعة. شوف طريقة سهلة. الدجاج اليوم مشوي بالفرن، ولا يحتاج له والله لا فن ولا شيء. انا ترى قاعد ادور، خلاص قرا حط بطاط، قاعد ادور الشيء السهل اللي يخفف عليكم، اللي كاشت، اللي طالع، اللي عنده مخيم يبي يحترف تقدر تستمتع فيها. وبهالطريقة شوف صفينا الحين البطاط، صفه بهالطريقة، والباقي البصل ارشه فوق مع شوية ماي. خلاص راح يعطيني مروق، يصير تحت الماي هذا لو ازيد عليه ماي يصير المروق ويعطيني نفس الحمسة شوي. تسوي معاه بطاط مقلي وتستمتع مع خبز. شوف ترى الدجاج اليوم من افضل انواع الدجاج. شوف بس خلي شيء، جيب ماي الحين احط عليه ماي واستفيد من كل نقطة من البهارات كلها استفيد منها. هذه الحين باقي الخلطة شرب فيها من تحت عشان الدجاج نفسه ما ينشف. شوف الدجاج هني ما به ينشف، هذا كله راح يصير مرقة. شوف كله راح يصير مرقة. الربع عندي يعشقون شيء اسمه ثوم. شوف نفس طريقة، تذكرون الخروف اللي سويته لكم بالفرن؟ نفس طريقته، احكام الاقلاق في القصدير، طبقة واحدة من فوق، بس انه هني نار هادية تحت ونار هادية فوق لمدة ساعة وعشر، كثيرة ترى عليه. بعدها تفتح وتحمر وعليكم بالعافية. احنا ارتكبنا غلط انه ما حطينا ورق زبدة، ولكن متلاحقين ان شاء الله. هذا يقول لك ترى تدريب، ها؟ اللاعب اللي اوه ما شاء الله.
لو حاطين ورق زبده، اي لا لو حاطين ورق زبده ما راح يمسك. شوف التحمير هذا ما راح يمسك. خلاص استويت 100%. الحين ارجعها على الفرن تحمير. وين مالتي اي واحده؟ انا بعطيك هذه الوسطيه. الوسطيه اي طيبه. لان فيها نكهه فلفل. بس مو اقوى من شنو؟ مو اقوى من مالت ملاص الكويت اللي اليوم متغدي فيها. احنا نستعمل دجاج اليوم حجم 1000. اقسم بالله يا ابو حمود. ها انها تذوب بيدك، تذوب قبل لا تسحب. والله اقسم بالله تفلل شيء عجيب. لا تاخذون رايي، دايم رايي. الديايه الملكي يا الربع، الديايه الملكيه. فاخره. يقولون له نبي عيش مكبوس، مو هذا بو بنتين ما شنو، لا هذا لنا احنا عيش مكبوس صجي ودقوس خاطر. عليك والله بالعافيه. شوف الحين ارد احملهم نار خفيف على نار هاديه الين يتحمر ويعطيني لون. شبيله بعد شوي شنو؟ قصص طماط وتقلي لك شبس. ها معبوج. وخلي المعبوج جبن مالح. كفو عليك يا رجل. دي شيل. شوف اللي مسك تحت الخضرة، الدجاجة تطلع وياك كاملة متبلة. شوف يا سلام. لا شوف المرض. شوف ايوه. شوف مني جيب مني. خلاص الحين هذه العمروق. يا سلام ايش ناقصها؟ جبن مالح وهذاك الطماط وشطه. ترى لو تسحبها مفككه، بس اني عاد ما ودي اخربها على الربع.